السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنكمل سلسلة أدوات التجميل اللي احنا جايبينها. حمام الكريم اللي قالب الدنيا، قالب الدنيا حرفيا. وفي ناس كتيرة زعلانة منه قوي، مش عارفة ليه اساسا الناس زعلانة منه. انا طبعا نزلت لكم الكريم بتاع ترطيب الشعر وتنعيم الشعر، ونزلت لكم برضو الشامبو بتاع التساقط. فانا عامله لكم سلسلة عامة عن يعني الحاجه اللي تخص الشعر والحاجه اللي تخص البشره والحاجه اللي تخص الجسم. فانا عامله لكم سلسله عنها. الكريم ده انا مش عارفه ليه ناس كتيره زعلانه منه، بس والله العظيم جميل جميل جميل. ده حمام كريم تمام، ويلي كريم للشعر. ويلي دوت يعني حاجه ما شاء الله. هو عامه الناس اللي هي زعلانه منه، فهي زعلانه منه لسبب اللي هي ما عرفتش تستخدمه صح. يعني اللي استخدموه غلط. هتقولوا لي ليه بقى غلط؟ شاطرين، هقول لكم بقى ليه. لاني اساسا حمام الكريم، اي حمام كريم عن تجربة شخصية انا استخدمته، اي حمام كريم انت بتستخدميه ما بتحطهوش على الجذور بتاع الشعر. حمام الكريم بيتحط على اطراف الشعر من تحت، مش على جذور الشعر. انت بتحطيه على جذور الشعر، هو بيقع في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. وانت لا مؤاخذة عزكم الله في الحمام، هو بتلاقيه وقع كده وانت بتاخدي شاور، بتلاقي شعرك وقع. ده بتحطيه على اطراف الشعر، بتاخدي كده مثلا الشعر من هنا كده وبتنزلي بيه لتحت، ما تخليهوش يلمس خالص فروة الشعر. تمام. هو هنا برضو كاتب لك برضو طريقة الاستخدام بتاعته. وهنا على فكرة ليعيد نضارة الشعر ويعطي لمعانا طبيعيا. هو فعلا والله العظيم بيدي لمعة جميلة وريحته تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى، هو خالص اهو، دي مية على فكرة اهو، خلصان. حتى هو خلص وريحته جميلة وسعره مش غالي، سعره 50 جنيه. هنا بيقولك ضعي كمية مناسبة على شعر مبلل، يدلك الشعر جيدا لمدة 6 دقايق. يشطف يعني تحطيه على شعرك. يعني ممكن هتدخلي الحمام، طبعا اول حاجة بنعملها انه بنغسل شعرنا، فانت بتغسلي شعرك بالشامبو، وبعد كده بتحطي الحمام الكريم دوت. ولو مؤاخذة يعني على ما تخلصي جسمك وكده، وبيكون حمام الكريم تمام، عدت ال6 دقايق بتاعته، فبتيجي بقى شاطفه بقى شعرك وجسمك كله مع بعض. بجد والله العظيم جميل. مش هقولك على اي حاجه وخلاص. وانا اي حاجه بنزلها فربنا شاهد عليا، بعيد عن اي شخص هيتكلم او هيقول دي بتقول منتجات غلط او بتقول منتجات ان هي تضر الناس. والله 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 اللي تهزله له 7 سماوات. معلش انا مش هحلف بالله كذب علشان خاطر اي حاجه، لان مفيش اي حاجه تستاهل ولا اي حاجه تخليني ان انا احلف بالله كذب. فانا لما بحلف وبقول لكم على حاجه زي كده بقول كويسه. لما جبت مرطب بتاع الشفايف وحسيته ان هو مش مريح، مع ان في ناس جربته وقالت لي مريح، انا نزلت فيديو وقلت يا جماعه انا جربته وطلع مش كويس، ما عجبنيش. يعني انا كشخصيا انا ما عجبنيش. تمام. فانا لما بقول لكم على حاجه زي كده انا بقول الحاجه اللي انا جربتها. مش هتكلم بقى معاكم كتير عشان ما اطولش عليكم. فانت ضعي كميه مناسبه على شعر مبلل، يدلك جيدا لمده 6 دقايق، يشطف جيدا بالماء. تمام. وبتطلعي بيه قسما بالله، انت بتطلعي من التواليت بتحسي ان انت يعني عامله استشوار، عامله مكوى، عامله بروتين، حاجه كده ما شاء الله، حاجه كده جميله بجد. وسعره يعني مش حاجه، سعره في اماكن بتبيع ب55 وفي اماكن ب50 جنيه على حسب. هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في الصيدليات، هتلاقيه في محلات ادوات النظافه، هتلاقيه في محلات ادوات التجميل. هتلاقيه عند بياعين اللي هم جاهلين دول في الشوارع. بس ما انصحكيش تجيبيه من حته كويسه. يعني يا اما محل ادوات التجميل كويس، يا اما محل، يا اما صيدليه. تمام. انا على فكره انا جايباه من محل بتاع ادوات نظافه، بس والله العظيم اللي انا جايباه انا جبته ليه بقى منه؟ هتقولي ما انت بتنصحينا بكذا وبتروح. لا، انا جبته منه عشان انا الراجل ده انا واثقه فيه، هو تحت العماره عندي، فانا واثقه فيه، يعني مش هيديني اي حاجه وخلاص. وجربته ولقيته كويس، فانا بنصحكم بيه. بس والله العظيم جميل جدا وسعره بسيط، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه. اللي جربه يقول لي. واللي بيعاني من موضوع التساقط ده يا جماعه ما تحطوش على فروه الشعر، اديني قلت ده بيتحط من تحت، ما تحطوش على الجذور، بيتحط من الشعر من تحت.